السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال يا رب. النهاردة انا لما صحيت الصبح كالعادة حيرة كل يوم، اللي هو يا سارة هنعمل اكل ايه النهاردة؟ ماشي، طبعا انتوا عارفين ان محدش بيفيد حد في البيت خالص ويقولك يا سارة مثلا انقذينا النهاردة واعملي لنا اكل كذا وبتاع، محدش بينقذ حد. فانا قلت ايه، بما اننا بقى في سلسله اكلات الشتوي، فانا هعمل لكم اكله حلوه قوي وبتدفي قوي، وهعملها لكم باسهل طريقه وهعملها لكم باقل التكاليف وان شاء الله هتعجبكم. وبرده في نفس الوقت انا فكرت فيها لان هي هتكون خفيفه شويه على مليكه، فهي هتعرف تاكلها. زي ما انتم عارفين ان مليكه لسه تعبانه، ادعوا لها يا جماعه ربنا يشفيها ويكمل شفاها على خير ويعدي الفتره دي كده، علشان انا تعبت لها والله من كتر المضاد الحيوي اللي هي خدته، البنت اختفت حرفيا. ماشي، فان شاء الله هعمل لها الاكله دي بقى وهتاكلها وهتعجبها باذن الله. خليكم بقى معايا وتابعوني في الوصفات الشتوي والاكلات الشتوي اللي انا بعملها، وان شاء الله هتعجبكم وتستفادوا منها. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وكومنت حلو كده منكم، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ماشي، وخليكم بقى معايا وتعالوا يلا نروح هنشوف هنعمل الاكله ديت وهتكون هي عباره عن ايه وطريقتها ايه، وتكون سهله وبسيطه خالص كده مع بعض. ويلا نرجع مع بعض تاني. يلا بينا حلوين نعمل أكلة النهاردة ونشوف هتتعمل ازاي بأبسط الطرق وبأقل المكونات معانا. النهاردة احنا هنعمل شوربة كوارع وفتة. تمام، بصوا بقى مبدئيا كده انا غسلت الكوارع كويس جدا بالملح والليمون ونقعتها يوم كامل فيه. وبعد كده النهارده بقى يعني انا كنت نقعها مثلا من امبارح، النهارده بقى رحت شطفها كويس من المحلول اللي انا كنت نقعها فيه دوت. وبعد كده ايه، هحطها بقى في الحله زي ما انتم شايفين كده، حطيت حله سخنه ميه سخنه على البوتاجاز وهنزل بيها بالكميه كلها اللي عندي. هنزل بقى بكل الكميه بتاعتي. انت الحله بتاعتك لو لقيتيها اتملت كده نفس المنظر اللي عندي ده، ما تقلقيش، هي كل ده هيكش لما بتيجي بتستوي. هنزل عليها بقى بكام بصلايه وكام فص حبهان، بس يعني كتري بقى، فاهمه انت؟ كل ما كتري كل ما هيديكي طعم. وكام ورقه لورا. وبعد كده هحط الفلفل الاسود ومش هحط ملح، الملح هيتحط في الاخر. ليه هيتحط في الاخر؟ علشان ده بيطول مدة السوا بتاعتها. تمام. انا طبعا الحله عندي زي ما انتم شايفين كانت مليانه ما شاء الله، فانا ما كنتش عارفه اقلب براحتي، فاللي هو يا دوبك انا كنت بوزع المكونات بس كده على الكوارع لحد بقى ما هي ما كانت بتستوي. والحمد لله هي ما خدتش معايا غلوه. كنت حضرت بقى ايه بقيت مكوناتي اللي انا هعملها. جبت الحله اللي انتوا شايفينها الحلوه ديت وحطها على البوتاجاز، وهتحطي عليها بقى معلقه سمنه او معلقه زبده اللي عندك. احنا قلنا اللي عندنا بنصرف نفسنا بيه وما بنوقفش، مش هنكلف نفسنا، اللي عندنا في المطبخ هنشتغل بيه. وجبت بقى كيلو رز. انت طبعا بتعملي كميه مناسبه ليكي، بتعملي نص رز او نص كيلو او كيلو على حسب الكميه اللي انت بتستخدميها وعلى حسب عدد اسرتك. نزلت الرز وقعدت اشوح فيها. هقولك على تركية حلوه جدا في الرز، حلوه حلوه. ماشي، انا دلوقتي حطيت الملح. وبصوا بقى انا هعمل ايه، هحط كمان معاها شويه خل. ليه بقى شويه خل؟ شويه الخل دول هيخلي الرز مفلفل وهيخليه ابيض، وبجد هيبقى حلو قوي. انا بعمل كده دايما مع الرز الابيض بتاع الفتة. تمام، هقعد اقلب بقى كده اشوحه. وبعد كده ايه، هنزل عليه بالميه. هياخد بقى هو الغلوتين بتوعه لحد ما يتشرب معايا، وبعد كده انا هوطي عليه وهنقله على العين الاصغر منها شويه علشان ما يلزقش من تحت. وطبعا تسويته عاديه جدا زي ما احنا بنسوي الرز، ما فيهاش اي افتكاسه يعني. تمام. دلوقتي بقى لحد ما هو انا وطيت عليه وحطيته على العين الصغيره، فلحد ما هو بقى ما يستوي خلاص قلت بقى انا هعمل الصلصه. جبت فصين توم وهرستهم كويس وعملتهم برضو في سمنة او زبدة اللي عندك، ما توقفيش نفسك، ما عندكيش خالص اعملوهم في زيت، مفيش مشكلة، مش هيقول لا يعني. ماشي، انا بقى عملتها اديتها لون بس ما حمرتهاش قوي علشان الحموضة. تمام. ونزلت عليها بالصلصة المضروبة في الخلاط، وحطيت عليها ملح وهحط فلفل اسود ورشة كمون بسيطة جدا، وما تحطش توابل تاني على صلصة الفتة. وهنزل عليها كمان بالخل. زي ما انتوا شايفين اهو انا بحط التوابل معاكم واحده واحده علشان تبقوا ايه شايفين معايا كل خطوه. انا عامه يا جماعه بحب اكتر الفلفل الاسود في الاكل، بيديله نكهه كده وطعم حلو قوي. ماشي، هقعد اقلب بقى كده شويه المكونات اللي انا حطيتها دي مع التوابل وكده. وبعد كده هنزل عليها بالخل.
بصوا ما شاء الله عامله ازاي. اه ونسيت كمان اقول لكم ان انا ايه احط معاها معلقه سكر علشان الحموضه، بتقلل الحموضه جدا. نزلت بالخل وهفضل اقلب، وهحط معلقه بابريكا علشان بس تعزز معايا اللون، وهحط كمان معلقه صلصه، دي برضو بتخلي اللون معايا حلو قوي، وبتخلي سمك الصلصه تبقى حلوه فعلا، هتعجبكم قوي. خلاص هسيبها بقى لحد ما تتسبك براحتها زي ما انتوا شايفين كده. وهعمل ايه؟ هعمل فصين توم، هرس فصين توم بملح وسنة كمون بسيطة قوي، وهنزل عليها بالخل. وبعد كده هعمل ايه؟ اول ما تشطش كده زينا زي ما انتوا شايفين وبهدلنا وبهدل الدنيا خالص، اقوم عامله ايه؟ اقوم نازله عليها على الصلصه على طول. هقول لكم بقى انا ليه انا عملت الخطوه دي. هقعد بقى اقلب فيها كده وايه وكده. خلاص حطيت الكوارع على البوتاجاز، هي كانت خلاص كانت استوت، بس انا كنت ايه بسخنها بقى لان هي كانت برد بصراحه. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. انا عايزه اقول لكم ان الكوارع اتهرت، بقت دايبه خالص وبقت ناعمه، وفعلا كانت حلوه قوي. انت لو عندك حاله ضغط هتسعفك اكتر من البوتاجاز طبعا. ماشي. فالمهم الطشه انا حطيتها على الصلصه دي. انا لو كنت هعمل فته اللي هو انا هحمص رز وكده، فانا كنت هحطها على العيش المحمص قبل ما احط الرز، لكن احنا عامه ما بناكلش الفته بالرز، احنا بناكلها رز بس زي ما انتوا شايفين كده، الرز الابيض وبحط عليه الصلصه وبتبقى هي دي يعتبر الفته بتاعتنا. ممكن نعملها رز بقى ونحمصه كده، هو ده في العيد بقى. وبرده بيبقى الاسلام، بس احنا بالنسبه لي انا والاولاد بناكلوا رز ابيض كده. شفتوا بقى الرز ما شاء الله ابيض وحلو ازاي. تعالوا بقى مع بعض نغري في الكوارع ونشوف بقى ما شاء الله حلاوتها. بجد هي زي العسل، هتعجبكم جدا وبأقل التكاليف، واحنا ما عملناش اي حاجه. كل الحاجات اللي احنا استخدمناها من البيت، احنا ما اشتريناش حاجه من بره، كل حاجه هتلاقيها في مطبخك. وفي نفس الوقت اكله حلوه وسريعه وبتدفي وحلوه قوي في الشتاء. خليكم معايا بقى وشجعوني في سلسله اكلات الشتاء الحلوه ديت، وان شاء الله هتستفادوا مني والاكلات كلها هتعجبكم. بصوا الجمال بقى ما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وبألف هنا وشفا يا رب.